ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 كتير. النهارده بقى قلت ايه اصور لكم الشقه كده من جوه في اسكندريه بتاعتنا عامله ازاي، وكمان اقعد ادردش معاكم شويه عشان انتوا وحشتوني قوي قوي قوي، لدرجه ان انا نفسي اطلع لايف ونقعد نتكلم كده واقعد افضفض معاكم قوي. المهم ديت الشقه بتاعتنا في اسكندريه، في شاطئ النخيل. طبعا تلات ارباع الناس عارفاه يعني. هي بصوا، الميزة في الشقة هنا ان هي على البحر على طول، يعني مش في شوارع جانبية او كده. فطبعا حاجات بتغني عن حاجات. طبعا لما جت ماما تاخد الشقة ديت خدناها مثلا سنة 2005 او قبل كده كمان. كانت لسه بقى المدينة ديت نظيفة 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 يعني. وكان على البوابة بره لازم الدخول بالاي دي وحوارات كده. تفهموش ايه اللي حصل لها وايه اللي بدلها، انا مش عارفه. طبعا اول ما بدأت الفيديو كنت لسه عند باب الشقة، وكان في وش باب الشقة الحمام، وديت بقى الصالة، وطبعا زي ما انتوا شفتوا المطبخ. هي ماما بتحاول تستغل كل حاجة، فكل حاجة الكنبة والسرير كله كله كله، حتى الكرسيين دول بيتفتحوا سرير. هي فكرة كويسة وبتاخد طبعا أماكن كتير، ولما بيبقى حد بايت عندنا والشقة بتساع يعني من الحبايب كتير. بس هو الأنتريه متعب جدا يعني، مش متعب، بيتزحلق يعني، الشيلة ديت بتفضل تتزحلق. طبعا ديت بقى البلكونة، وهي أحلى حاجة في الشقة، أو هي بالشقة كلها طبعا. وديت المرجحة برضو، ديت أحلى حاجة حصلت في الشقة. ودوت البحر زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم زمان بقى خالص، شاطئ النخيل او شاطئ 6 اكتوبر كان حلو قوي وكان نظيف جدا، ايام لما كان الجيش واخدها. طبعا الجيش سابها فاتبهدلت خالص خالص خالص. يعني مش عارفه اقول لكم ايه الصراحه يعني، بس هي الميزه زي ما قلت لكم، او انا عن نفسي يعني بحب الشقه ديت علشان خاطر البحر فقط لا غير. لكن انا واخواتي وكده مش بنخرج هناك يعني، ما بنخرجش هناك دي خالص. ممكن بس اخيرا ان احنا ننزل نشتري من الشارع العمومي حاجات من فتح الله. طبعا انا كده ده في ظهر البلكونه، وزي ما انتوا شايفين اهي الشقه اهي كلها. ودوت المطبخ، طبعا بنبقى واقفين في المطبخ كاننا واقفين في البحر بالظبط. هنا بقى ماما حبيبتي ست الكل قالت هتعمل حواوشي اسكندراني. انا في الحقيقه كان نفسي اطلع زي ماما، ان انا لما ابقى في مكان بصيف او بغير جو ان انا اعمل اكل وكده. لكن انا طبعا يعني اكلي حلو وكل حاجه، وطبعا ده بشهاده الناس، بس انا ماليش خلق على وقفه المطبخ دي خالص. احب انضف وارتب ولمع وكده، لكن ان انا اقف في المطبخ اعمل اكل ديت انا ماليش فيها. هنا ماما بقى جابت الخميره وجابت الدقيق والملح والزيت، وقالت انا هعمل لكم حواوشي اسكندراني. طبعا حطت الدقيق، حطت عليه الخميرة وقعدت تقلب. وقعدت بقى تعجن تعجن تعجن. انا قلت لها يا ماما تعالي صورك وانا بصور الشقة، لان انا بقالي كتير قوي ما صورتش حاجات في ليا او حاجات تخصني او كده. والله عندي الظروف وحشة جدا من شهر 4. المهم هنا ديت حطيت مية فترة تقريبا دافية، وقاعدة بقى عمالة تعجن كده. فزي ما قلت لكم، قلت لها يا ماما طبعا الفيديو انا اصلا اتاخرت في نزوله، يعني من كتر ما الواحد نفسيته وحشه جدا، ملوش نفس ان هو يعمل حاجه خالص. بس الحمد لله طبعا ايه على كل حاجه يعني. قعدت ماما بقى تعجن، طبعا هنا بتضحك على ايه، اكيد احنا كنا بنضحكها حاجه كده يعني، بس انا مش فاكره طبعا كانت بتضحك على ايه. فزي ما قلت لكم الفيديو اتاخر قوي 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 في نزوله. قلت انزله دلوقتي علشان كمان عايزه افضي الموبايل شويه، لان عليه حاجات كتير قوي. هنا بس انت كانت بتصور ماما، معرفش بتقلدني بقى، مع ان ماما ما نزلتش اصلا الفيديو ده. ماما منزله حاجات احلى احلى بكتير. طبعا انا هنا مش عايزه اقول لكم كنت مسمره العيال كلهم، ديدا وعمر، وقاعده عماله والله لو طلعتوا بره انتوا حرين، لان طبعا انا لو ما مسمرتهمش مش هيتلموا. المهم ماما قاعده بقى عماله تعجن. هي ماما الميزه فيها ان هي سوري، هنا ماما كمان حطت على وشها زيت بظهر ايديها او ببطن ايديها، مش عارفه ده الظهر ولا البطن. قعدت تحط زيت كده يعني، بلت ايديها بالزيت ومسحت على العجينه من فوق.
فبقول لكم بقى ايه، ماما من النوع عارفين بقى الستات يعني اقول ايه، الكمل دول بتوع زمان، اللي هي امهاتنا وكده. آه يعني بصراحة الصراحة يعني انا كان نفسي اطلع زيها في حاجات كتير قوي قوي قوي. بس طبعا انا مش عارفة اجي ربعها حتى يعني. هنا ماما حطت الفلفل الاخضر وشالت بقى شوية لديدا وعمر، طبعا من غير فلفل عشان ما يبقاش حراق. وبلت الرخامة. ماما بتحب تقف اصلا في المطبخ ده تعمل اكل، لما بتبقى واقفه مكاني بتبقى واقفه كانها في البحر. ولما بنبقى نايمين انا معرفتش اصور الاوض، لان كانت الاوضه اللي في ظهري على طول كانت فيها ديدا وعمر قاعدين، والاوضه التانية كانت فيها اختي نايمه، فما عرفتش. طبعا ماما اهي حطت اللحمه المفرومه، وبعدين بقى ايه، هتقفلها كده اتنين على بعض، وهتقعد تلفها كده من على من على... كنت هقول لكم من على الاطرف، من على الحرف. فطبعا هيبقى شكلها ايه، حلو قوي. المهم ايه، كنت هقول لكم حاجه ونسيت والله. فبقول لكم انا من شهر 4 وانا عندي الدنيا وحشه قوي قوي قوي، يعني كلمه وحشه ديت آه قليله يعني. لدرجة ان انا ساعات بفكر كده اقعد اعمل فيديو واقعد ارغي معاكم، واقعد اشوف رأيكم، يمكن انا غلطانة في حاجة يمكن. بس برضو الواحد بيرجع ويقول ايه، مش عايز يبقى المشاكل منشورة كده على السوشيال ميديا، يعني حاجة مش حلوة الصراحة. فبلم نفسي وبسكت. وعندي ماما بقى واخواتي ربنا يخليهم ايه، هما اللي بيبقوا دايما واقفين في ظهري. وصحابي، او انا ماليش اصحاب اصلا يعني خالص. يعني اللي يشوفني كده يقول بقى ده انا مقطعه السمكه وديلها، خروج ونزول وطلوع وصحاب، وانا طبعا ولا اي حاجه من الحاجات دي. المهم ماما هنا حطت 3 وحدات في الصينيه، قالت تحط على الوش سمسم. ولما بنبقى في مصر سوا هنا كانت مفيش بتحط كمان شويه حبه البركه، بتبقى طعمها حلو قوي. فبقول لكم انا شخصيا اصلا يعني ماليش اصحاب كتير، او انا يعتبر ماليش اصحاب. انا ماليش غير 2 بس هم دول اللي ليا. وكانت ليا واحده صاحبتي برضو كنت فاكراها انها انتمتي قوي 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 قوي، وطلعت حاجه كده ايه، يلا لا توصف الصراحه يعني. هم طلعوا كلهم لحاجه لا توصف. بس مش مشكله. طبعا في الحته الاولانيه البيتش او البلاج كان فاضي جدا، لان طبعا الجيش مانع منعا باتا اي حد يمشي على الشارع دوت او على الكورنيش عامه، ممنوع. ولو مشيوا بيفضلوا بقى واقفين، لا ما ينفعش، لا ما اعرفش ايه. يعني انا لو نزلت لاي ظرف جبت حاجه من السوبر ماركت يقول لي ادخلي من جوه، اقول له لا مش هدخل من جوه عشان انا ساكنه في العماره اللي على البحر، يعني هلف من جوه ازاي يعني. طبعا اول ما المغرب بتأذن، على رأي ماما في الفيديو بتاعها لما كانت مصورة، ما تفهموش كانوا مستخبيين الناس في الشوارع الجانبية، واول ما المغرب أذنت بدأوا ان هم يطلعوا. طبعا هبل وقلة قلة تفكير وقلة تعليم وقلة كل حاجة يعني. ممنوع لان البحر فعلا بيموت، البحر اللي قدامنا. لكن اللي على الناحية اللي هي الشمال ديت، اللي هو بتاع الزراعيين، لا في ناس بتنزل فيه عادي. طبعا دوت بعد ما ماما عملت البتاع دوت الحواوشي الاسكندراني، كان طعمه حلو قوي قوي قوي، وكان جنبه بطاطس محمره كده، كان طعمه يجنن. فالمهم ما خلصنا الاكل طبعا زهقانين، لان احنا ما بننزلش في النخيل خالص. فقلنا تعالوا ننزل اسكندريه بقى ونشوف بقى ايه القلاع، محل اكل معروف قوي قوي كنا اول مره نروحه. طبعا هنا دوت كورنيش اسكندريه. هو انا لما كنت بصور الحتت ديت انا كنت عارفه الاسامي، بس انا الصراحه دلوقتي نسيت، يعني انا ما اعرفش حاجه في اسكندريه قوي، يعني اعرف الشوارع كده بالشكل وخلاص. ماما اللي عارفه لان خالتها كانت هناك واختي الصغيره كمان بسنت، عارفه بسنت دي قرده، عارفه في الطرق وعارفه كل حاجه ما شاء الله عليها. مش زي خالص، انا بتوه حتى هنا في القاهره، بتوه. يعني انا لو اخري بس اروح مصر الجديده او مدينه نصر عباس العقاد ومكرم عبيد، بس مش مدينه نصر كلها، بتوه قوي 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 قوي. فطبعا بالتالي مش هعرف اي حاجه في اسكندريه يعني. المهم دوت الكورنيش قلنا نروح نجرب القلاع. القلاع دوت محل فطير معروف قوي 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 في اسكندريه. طبعا المحل صغير على الشهرة اللي هو فيه ده دي كلها. فقلنا نجرب، وكنا طبعا اللي عايز ياكل القلاع واللي عايز ياكل كبده الفلاح وكده يعني، فما كناش عارفين.
قلنا ناكل ايه؟ كبده الفلاح، يعني نقسم. ورحنا فعلا كلنا كبده الفلاح. طبعا ده مهما تاكلي فيه انتي مش بتشبعي خالص. وضربنا بقى فلفل اخضر بقى جنبيها، وشيبسي وحاجه كده ايه، عنب 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 عنب، حاجه فظيعه. لدرجه ان ديدا بتحب الكبده هناك قوي، ودوت نادرا لما ديدا تحب حاجه اصلا من اللحوم. خلصنا. كانت اختي برضو عايزه تجرب لسه القلاع، وما اكتفيناش، واحنا يعني ما كناش شبعانين قوي، لان احنا ما طلبناش وكلنا كده براحتنا، عشان احنا تفصى شويه يعني. دخلنا الشارع دوت، القلاع هنا في الشارع ده. المهم هو محل صغير بتاع فطير، مش كبير قوي. بس انا الصراحه ما كنتش متخيله ان هو حلو قوي بالطريقه دي. المحل طبعا ما فيهوش قعدات، بس قدامنا الكافيتيريا ديت الناس بتطلب وتقعد فيها، فحاجه حلوه. هي الكافيتيريا مكتوب عليها القلاع، بس هي مش تبع، يعني هي المفروض تبع القلاع يعني. طبعا هنا الاتنين القلاع تبع بعض. هنا حاولت اصور لكم الاسعار، بس طبعا انتوا بقى قربوا الكاميرا. احنا طلبنا واحده فطيره بالسجق، لان احنا كنا واكلين. وقلنا نروح نشتري حاجات من البان القلاع برضو، ولا مش فاكره كان اسمه البان ايه، والله مش فاكره. طبعا زي ما انتوا شايفين جبنا جبن وقشطه وحاجات كتيره قوي. ورحنا ناكل بقى الفطيره. انا بقول بس انت صوري كده اللي في بدايه الكافيتيريا اللي انا بقول لكم عليها من ورا. كان الفطيرة طبعا تشوفوها صغيرة، هي سعرها غالي، مش زي بتاع مصر. بس في الحقيقة انت تاكلي مربعين كده، تو سلايز، هتحسي ان انت شبعتي. يعني انا كنت فاكراها انها صغيرة، بس هي لا، محشية لدرجة انك انت تشبعي. فكانت روعة 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 روعة. وطلبنا بعديها طبعا فطير بسكر، وكلناها. وديت كان اليوم تقريبا اللي نزلنا فيه في اسكندرية. زي ما قلت لكم ما بننزلش كتير، بننزل بقى نشتري طلبات او كده، ونرجع على البيت نقعد قدام البحر. ودوت كان الفيديو. يا رب يكون عجبكم. وان شاء الله بقى الفيديوهات الجاية هتبقى عن الحاجات اللي احنا كنا بنعملها، روتينات، ونقعد نرغي مع بعض وحاجات زي كده. هتوحشوني قوي 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 قوي. للفيديو اللي فات، سوري، للفيديو اللي جاي. وادعوا لي كتير 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 بصلاح الحال. باي باي.